رمضان يأتي بالخير كله، لكن فئة ظالمة أبت إلا أن تحول احتفالاتنا إلى حزن. ففوجئنا في صبيحة اليوم الأول من رمضان بما تم. 5 شباب من شبابنا تم اغتيالهم بطريقة مخجلة ومحزنة، ومن قام بها ليس له صلة بالإسلام والمسلمين، لأن المسلمون يؤمنون باحترام رمضان ومطلع رمضان، ويأتون بالخير وبالبهجة للناس في رمضان، وليس بالحزن ولا بالفجيعة لأسر لم تتوقع أن يعودوا أبنائها إليها بأكفان. لكن هذا البلد مكتوب عليه أن يمر بكل التجارب الصعبة والحرة، ويستطيع أن يتغلب على جميع هذه التحديات وهذه الصعاب، ويلجم هذه الفئة الظالمة التي ليس لها من الإسلام شيئا. بإذن الله سيكون هذا الشهر شهر المغفرة والبركة والتكافل، ويسرني أن أكون في هذه الأمسية المباركة مع هذه الذوات من القيادات الرأي والفكري والعمل العام ومن الإخوة والأصدقاء، ونحن نلتقي بدعوة كريمة من حزب الوسط الإسلامي الذي عودنا كل عام على مثل هذا اللقاء الجامع، والذي يعطي الصورة الصادقة عن وحدة الأردنيين وتآلفهم، وهذا النسيج الوطني البهي، حيث يلتقي الأردنيون من مختلف اتجاهاتهم وخلفياتهم الثرية والمتنوعة على الخير والإخلاص لهذا الوطن والولاء لقيادته الهاشمية المباركة. ونستحضر في هذه الأيام الذكرى المئوية لانطلاقة النهضة العربية الكبرى بنضالاتها وتضحياتها ومبادئها السامية التي أطلقها شيخ هاشمي جليل هو شريف العرب ومنقذهم من ظلمة الاستبداد والإقصاء والتهميش، المغفور له الحسين بن علي طيب الله ثراه. ويجدر الذكر هنا في رحاب هذه المناسبة وبحضور هذه النخبة الكريمة من العلماء الأجلاء والمفكرين إن الحسين بن علي طيب الله ثراه لم يكن قيادياً سياسياً أو عسكرياً فحسب، وإنما هو بالأساس أحد علماء الأمة وفقيه مستنير هاشمي على نهج آل البيت الأطهار، وقد آمن رحمه الله بالعلم والعمل الجماعي سبيلاً للارتقاء للأمة العربية وإقامة دولتها المدنية المتقدمة في مبادئها على كافة مواثيق حقوق الإنسان العالمية، من حيث الإيمان بقيم العدالة الاجتماعية والمساواة وحقوق الإنسان. وقد انخرط رواد الأمة وشبابها من المسلمين والمسيحيين والشيعة والسنة والدروز والأرمن والأكراد والشركس في هذا المشروع الجامع الذي وحد نضالات الأمة وتعلقت به آمالهم القومية، مشروعاً وحدوياً يؤمن بالتنوع ويحترم الخصوصيات ويعلي من قيم الانفتاح والتواصل بين الحضارات على قاعدة من الثقة بالذات والعمل على الارتقاء بالأمة، وهو المشروع الذي تحمله اليوم بكل إيمان وعزيمة الدولة الأردنية.
بوصفها وريثة الشرعية والمشروع. وقد أنعم الله علينا بقيادة شريفة تنتمي نهجاً وعملاً وانتساباً لهذه الشرعية المباركة، شرعية الرسالة والنهضة والرضا. السيدات والسادة، منذ أيام قليلة التحقت كوكبة كريمة من أبنائنا البررة بركب الشهداء، وروت ثلة من منتسبي أجهزتنا الأمنية الباسلة هذا الثرى الغالي بدمائها الطاهرة، بعد أن طالتهم يد الغدر والخسة وهم يرابطون على أمن هذا الحمى واستقرار الوطن. وكعادتها استطاعت أجهزتنا الساهرة أن تلقي القبض على المجرم الآثم في زمن قياسي، لتؤكد أن هذا الحمى المنيع سيبقى عصياً على الإجرام والإرهاب آمناً مستقراً. وما زالت مواقف ذوي الشهداء حاضرة، وهي تعطي الدروس البالغة على هذه العزيمة التي أنتجت البطولات ونذرت أبناؤها وأرواحها فداء لاستقرار الأردن الغالي ومستقبل أبنائه. وهذه هي أخلاق فرسان قواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية، وهذه هي أخلاق الأردنيين الذين نذروا أبنائهم للدفاع عن هذا الثرى وهذه القيم الأردنية التي ترفض القسمة ولا تقبل أن تمس وحدتها يد آثمة أو جريمة نكراء. وهنا إذا سمحتوا لي أن أتحدث بعجالة عن حماية جبهتنا الداخلية من كل محاولات العبث والإساءة، وهذا لا يكون فقط بالخطابات والشعارات، وإنما بالعمل الجاد وبالاندماج الكلي بهذا المشروع، وبالتمسك بالرسالة النهضة والتنوير، ومجابهة التحديات الاقتصادية، وتكريس مبدأ الاعتماد على الذات، وتوفير الفرص الكريمة لأبنائنا بالعمل الدائم المنتج، وبالتدريب والتطوير، وببث روح الإيجابية لدى شبابنا وشاباتنا. وهنا يتأكد دور الأحزاب في تنمية روح العمل الجماعي البرامجي، فالأحزاب هي بالأصل روابط فكرية سياسية برامجية تتبنى الرؤى والآليات التي تترجم فهمها لتجديد الحياة العامة وتطوير المجتمعات وتحقيق الخدمات الأفضل للمواطنين ومجابهة التحديات التي تعيق تحقيق هذه الأهداف والغايات. والتجربة الحزبية في الأردن عريقة وأصيلة، وقد رافقت تأسيس المملكة ومسيرتها، وكانت الأحزاب الأردنية طوال العقود المضت من خلفياتها الفكرية المتنوعة بيئة خصبة لإنتاج النخب السياسية والثقافية والاقتصادية، وساهمت في صياغة ملامح النموذج الأردني وتحقيق هذه المنجزات الكبرى. وقد قدمت أحزاب المعارضة الوطنية الملتزمة إلى جانب الأحزاب الوسطية المثال الصادق في خدمة الأردن والدفاع عن منجزاته وتحقيق استقلاله. ولكننا اليوم بحاجة أكثر لتطوير واقع الحزب في الأردن وتحديث خطابه وأدواته والارتباط العضوي بقضايا المواطنين من خلال البرامج القابلة للتطبيق وبالتالي للقياس. وأعني هنا تلك البرامج القادرة على استقطاب المنتسبين الجدد، وبالذات من قطاع الشباب، القطاع الأكثر حيوية، ومن قطاع المرأة الأردنية، والقادرة كذلك على الانتشار والتفاعل في المحافظات وخارج نطاق الأطر التقليدية، وضمن الولاء المطلق للقيادة الهاشمية واحترام الدستور. لقد وفر جلالة الملك عبد الله الثاني
بتوجيهاته المباشرة وقيادته الحكيمة لعملية الإصلاح السياسي الأرضية الخصبة لنمو العمل الحزبي وتوسيع قاعدة انتشاره. وعندما تحدث جلالته عن الحكومات البرلمانية فقد كان واضح التركيز على دور الأحزاب لهذه المرحلة. رمضان رمضان رمضان، هل هلالك جيت نورت في كل مكان. رمضان
الفطور دايما مشهور بزبادي وفول على السحور وخشاف وطار